هس- تمام. كلمة كثافة بالمعنى يعني ايه كثافة؟ حلو قوي. ما كس... سمعتش مثلا في النشرة الإخبارية بيقولك إن مثلا كثافة السكان في إمارة أبو ظبي مثلا مش عارفة كام، 8 نسمة أو 80 نسمة أو 80 مليون نسمة. يعني إيه الرقم اللي هو بيقولوه ده؟ بس ده رقم، أنا بدي رقم عشوائي. تمام. إيه الرقم ده؟ اه. قال لك إيه يا محمد؟ قال لك كثافة السكان في منطقة اللي هي إمارة مثلا أبو ظبي أو عجمان أيا كان. تمام. قال إيه؟ نعم. كثافة، عدد، سكان في منطقة محددة، صح الكلام؟ محددة. نعم. حلو. طب ده معناه إيه برضو يا مس؟ ده معناه إن هو حدد عدد، وقال لك إن هو ده عدد السكان اللي هي كثافة السكان في منطقة محددة. مش الكلام؟ ماشي. ممكن أجي أقول لك كثافة البرتقال في الطبق. اه، ما هو ده عدد برتقال في ومساحة. منطقة محددة اللي هو الطبق. حلو قوي. ده كده كلمة كثافة في العموم هي كمية أو عدد حاجة معينة. تمام. في منطقة معينة. حلو الكلام. نعم. حلو الكلام. نيجي بقى لكثافة التيار. كلمة كثافة عندي في الفيزياء، كثافة التيار هي ايه؟ هي كمية التيار المر في ايه؟ في مساحة محددة. فهمت؟ نعم. يبقى كلمة كثافة أنا ممكن أستخدمها لأي حاجة أيا كانت. زي ما كنت بتاخد الترم اللي فات كثافة خطوط المجال، صح؟ فكلمة أيوة أيوة. كثافة، كلمة كثافة هي كمية أو عدد حاجة معينة في منطقة اللي هي إيه؟ في مساحة. ماشي؟ يبقى كلمة نعم. كثافة هي إيه يا مس؟ كلمة كثافة هي كمية على على مساحة. مساحة. حلوة قوي. يبقى كثافة التيار هو يبقى كثافة التيار هو كمية التيار في مين؟ في على مساحة المساحة. معينة. وصل الكلام؟ وصل الكلام. عشان كده الكتاب مدي لك أول تعريف لكثافة التيار، هو بيقول لك إيه؟ إن هو التيار المتدفق. إن هو التيار المتدفق بالنسبة إلى المستوى العمودي على الموصل. تمام؟ بمثل التيار المتدفق لكل وحدة مساحة. وحدة مساحة. مساحة اللي هي 1 متر تربيع. وصل الكلام؟ نعم. يبقى ايه هو التيار؟ هو التيار ايه هو كثافة التيار؟ هو التيار المتدفق خلال مين؟ وحدة المساحة. طب ومنها اقدر ادي لها قانون؟ اه. أيوة. ان هو اقول ان بقى هدي رمز لكثافة التيار دي، ادي لها رمز بايه؟ بجي. تمام. بتساوي ايه؟ مين بتساوي التيار اللي هو اي على المساحة اللي هي ايه. وصل؟ إيه. نعم. نعم. طب تقدر تقول لي قانونها يبقى بيساوي ايه؟ اه، ده قانونها بيساوي الجي بيساوي الاي على الاي، اللي هو التيار على المساحة. طب مساحة. وحدة القياس؟ أه... شو اسمه، كمية التيار اللي هي الأمبير. الامبير مقسومة على الدي. الاي اللي هي بتتقاس بالمتر تربيع. بالمتر يبقى امبير بالمتر تربيع. وصل الكلام؟ نعم. ده بالنسبة لي كثافة التيار اللي هو درس 5 2. درس 5 2 مقسوم لجزئين: معادلة كثافة التيار وده اللي عليك، وفي معادلة تانية أو قانون تاني حاجة اسمها سرعة الانسياق، ودي مش موجودة عليك في المنهج، مش في المقرر بتاعك. وصل الكلام؟ وصل الكلام يبقى تمام. أنا من درس 5 2 عايزة بس مين؟ القانون بتاع كثافة التيار اللي هي الآي على الإي، التيار المار على مين؟ على المساحة. في مشكلة حد هنا؟ لا. تمام. يلا تعالى نبتدي نشوف المسألة. كده درسي خلص، تخيل. نبدأ بس بس أيوة، نبدأ بس ندي تريكات على المسائل. تمام. وكمان ونحل المسائل، بس مش عايزة أكتر من كده. نعم. تمام. بما إن هتكلم على مساحة، فمساحة هي متر تربيع. ماشي يا محمد؟ بتتقاس بالمتر تربيع، والمساحة نفسها لو دائرة
يبقى باي ار تربيع، في مشكلة هنا؟ لا. ولو مستطيل يبقى مين؟ يبقى الطول في مم. العرض، في مشكلة؟ لا. حلو قوي، حلو الكلام ده. يبقى ده بالنسبة للمساحات بتاعتي. طيب لو عندك أنا هنا سلكين، زي ما هنشوف المسائل بتاعتنا الموجودة في الكتاب، لو عندي سلكين. سلكين التيار فيهم واحد، يعني عند ثبوت التيار، مش الكلام، عايزة أجيب مم. هنا علاقات أو نسبة، قانون النسبة. مش احنا قلنا إن الجي اللي هي كثافة التيار بتساوي الاي على الاي؟ نعم. تمام. يبقى انا هنا لو عندي اتنين، لو عندي سلكين، فعايزه اجيب كثافه التيار في الحالتين، فبعمل ايه؟ جي 1 على الجي 2. واصل الكلام؟ نعم. حلو قوي. بص بقى ركز معايا في قانون النسبه دي. هي الاي علاقتها مع كثافه التيار علاقه طرديه ولا عكسيه؟ الجي مع الاي. اه علاقة شو اسمه طردية. طرديه. حلو قوي. يبقى اي 1 على اي 2 اي. مع مين؟ مع جي 1 على جي 2، يعني تو. جي 1 على جي 2. في مشكله هنا؟ لا. مضروبة في مين؟ هو الايه المساحة طردية ولا عكسية؟ الايه. الايه المساحة عكسية. عكسية. تمام. فعشان هي عكسية فهقول لك هنا ده كان واحد، يبقى دي اتنين. هنا ده كان ايه. كان اتنين، يبقى دي واحد. ايه. عكس تحت. وصل الكلام؟ ايوه عكس، ايوه. تمام. يبقى هنا عندي لو التيار ثابت، تمام، هيبقى ده كله بيساوي واحد. يبقى عندي كثافة التيار الأولى للتانية بتساوي مين؟ بتساوي A2 على A1. في مشكلة هنا؟ لا، هذه عكسية مع المساحة. اه دي هنا مع المساحة. طيب لو انا ما اديتكش مساحة واديتك نصف قطر، اديتك نصف قطر، مم. فهاجي هقول لك هنا ان كثافة التيار الاولى على كثافة التيار التانية بتساوي A تربيع A2 A2 على A1، صح؟ طب ما ده ايوه. هو بيساوي باي R2 تربيع، صح؟ وده بيساوي باي R1 تربيع، صح؟ ايوه. باي تروح مع باي، يتبقى لك مين؟ اه اه. يتبقى لك جي 1 على جي 2 بيساوي ار 2 تربيع على على ار 1 ار تربيع. واحد. يبقى انا تمام. لو اداك نصف قطر يبقى هشتغل بهذه الصيغة. واصل الكلام؟